الحلويات، يمكن الكلمة لما بتسمعها بيخطر لبالك طعم البقلاوة، الشوكولا، الشعبيات أو حتى الهريسة. بس لما بنحكي عن الجزيرة، الحلو قديما كان له قيمة مختلفة، مو بس مجرد أكلة، كان جزء من التاريخ والتراث الغذائي. الحلويات القديمة كانت ترتبط بالمواسم والأعياد غالبا، وكانت جزء أساسي من استقبال الضيوف ونهاية الحصاد. ما كانت تنعمل كل يوم، وما كانت تعتمد على مقادير دقيقة. الخبرة والإيد هي اللي كانت تحدد كمية السكر أو السمن أو الطحين. مناطقنا الريفية بعض البيوت كانت مشهورة بحلوياتها، مو لأنها بتستعمل مكونات نادرة، لا، بس لأنها حافظت على الطرق التقليدية. مثلا الكليشة من أشهر الحلويات خاصة بالأعياد، وكانت تنخبز بالتنور وتتقدم للضيوف كرمز للفرح والضيافة. مكونات الكليشة الأساسية كانت خميرة ومي، سمن، سكر وطحين. اليوم عم تنضاف نكهات جديدة للكليشة، بس الطريقة الأصلية مختلفة. نكهة الخميرة والتنور كانت جزء من الطعم المميز. غير الكليشة، الحلويات القديمة تنوعت حسب الموسم والمنطقة. الحريرة أو الحلوية، بتعرفوها الشي؟ صنفين كانوا حلويات أساسية بتنعمل من سمن عربي، مي، سكر وطحين. مربيات القرع، التين، الباذنجان والمشمش، كمان كانت من أصناف الحلويات، مو بس من المونة الشتوية. حتى بعض المربيات مثل المشمش كان يتم غطس حبة المشمش كاملة بجوز الهند ليصير مثل الحلو. الفطاير الريفية اللي كانت يا من قشطة أو طحينة، وكانت تنعمل على الحطب وتتقدم مع الشاي. العقودة أو البني، عجينة دبس العنب مع جوز مفروم، ولهلا موجود، بس صايرة مرتبطة مع طقوس الاحتفال برأس السنة. الشي المشترك بين كل هالحلويات هي البساطة بالمكونات، والاعتماد على خبرة الإيد والصبر بالتحضير. بعض البيوت كان بس السكر الطبيعي موجود، وكان كفيل إنه ست البيت تعمل صنف حلو من سكر وطحين بس. حتى الجبن البلدي كان يدخل أحيانا في الحلويات، وينعمل شي شبيه بالسمبوسك، عجينة محشية بالجبنة الطرية. تعالوا هلا نتسمع لبعض ربات المنزل اللي عاشوا هالتجربة. كنا نعمل المربيات بكل أنواعها، مربى القرع نعمله، مربى الباذنجان نعمله، هالشغلات كلها. نجيب المشمش نعمله، نجيب التين نعمله مربيات. أحيانا كنا نجيب المشمش هو بلا ما نقطعوه ونغليه غلوات كويسة ونحطه نعمله صاغ ونحطه بجوز الهند ونحطه يصير مثل الضيافة ونضيف فيها. كنا نسوي أنواع مثل حريرة كنا نسميها حلاوية، حراق إصبع. وطريقة الحلاوية يعني كنا نجيب السمنة العربية ونحط الدقيق طحين بيناته ونحمص الدقيق، وبعدين نرش عليه المي وسكر ونعجنه. كنا ناكل، ما كان في يعني مواد متوفرة كتير. والحريرة كمان كنا نسويها على ايدنا، كمان مي ودقيق نحط بيناته والسكر ونرش عليه معلقة سمنة. أتذكر كمان ميمتي كانت تسوي عقودة بالخريف، وكمان كانت تنشف عنب تسويه زبيب، وكمان أتذكر كانت تسوي كليتشزي وتخبز بالتنور. كان دوب الدهنة مو كما هلا بالزبدة والزيت الجاهز، كانوا يتعصبون إلى من يعملون، يجيبون دهنة ويفرموها ويدوبوها، وبعدين هالدهنة كانوا يسوون فيها كليتشة بالله كتير طيبة كانت تطلع، ريحتها بالحارة كلها كانت تطلع وقت اللي كانوا يخبزوها بالتنور. اليوم كتير من هالحلويات صارت نادرة أو تختلف بشكل كبير عن طعمها الأساسي، ويمكن بعض البيوت لسه لهلا محافظين على هالوصفات التقليدية مع تعديلات بسيطة، لكن بنفس الروح التقليدية الحلوة. بالنهاية الحلويات القديمة بالجزيرة أكيد هي أكثر من مجرد طعم، هي وثيقة ثقافية، خبرة يدوية متوارثة،
مراية لعادات الناس ومواسمهم. كل وصفة من الكليتشة للعقودة للمربيات والحلاوية بتحمل قصة مكان وزمان، وبتعكس طريقة حياتهم ومهاراتهم. الحلويات القديمة هي تاريخ بنقدر ندوقه. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم دافيان قتشو في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.